بضيق المعيشة وتحرج الصدر أمران خطيران مذكوران في قول الله تبارك وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. الأمر الأول أن الذي يذكر ربه عز وجل فإن الله له، كما أن الذي يغفل عن ذكره كان له الشيطان. أما ذاكر ربه فقد جاء في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول الله تعالى: أنا مع عبدي ما أحسن الظن بي وأنا معه إذا ذكرني. فالله عز وجل مع عبده ما ذكره وما دعاه وما تقرب إليه. ويقابله ما سمعتم: ومن يعش عن ذكر الرحمن، من يشرد ويغفل عن ذكر الرحمن عز وجل نقيض له شيطانا فهو له قرين، أي مصاحب، فلا يأمره حينئذ إلا بكل زيغ وفساد. ما علاقة ضيق الصدر بمقارنة الشيطان لهذا العبد؟ العلاقة أن الشيطان إذا قارن العبد وصاحبه حزنه وبعث في قلبه اليأس، وذلك قول الله عز وجل: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. وقول الله عز وجل: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. ذاك القلق الذي يعيشه العبد من جراء الخوف الذي قال الله تعالى فيه: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. هذه هي وظيفة الشيطان. وكلما قارن الشيطان العبد وصاحبه كلما قوي ضيق الصدر عند هذا الغافل عن ربه عز وجل. ومن هذا المعنى أيضا روى الإمام أحمد وغيره بسند صحيح عن الحارث الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تعالى أوحى إلى يحيى بن زكريا عليهما السلام ب5 كلمات أن يعمل بهن وأن يبلغهن بني إسرائيل، فأبطأ عن تبليغهن يحيى عليه الصلاة والسلام، فأوحى إلى عيسى أن يعمل بهن وبلغهن إن لم يبلغهن، فأتاه عيسى عليه الصلاة والسلام فقال: إن الله تعالى يأمرك أن تبلغ بني إسرائيل الكلمات ال5، فإما أن تبلغهم وإما أن أبلغهم. قال: أنا أبلغهم، أخشى أن يخسف بي إن تأخرت عن تبليغها. فقام يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام في المسجد فجمع بني إسرائيل حتى ضاق عن تحمل أهله حتى قاموا في الشرف، فقام فحمد الله عز وجل وأثنى عليه وقال: إن الله تعالى أمرني ب5 كلمات أن أعمل بهن، وأمرني أن أبلغكموها وأن تعملوا بهن. فذكر 4 كلمات وذكر ال5 قال: وآمركم أن تذكروا الله كثيرا، فإنما مثله كمثل رجل طرده العدو سراعا فهرب منهم فوجد حصنا حصينا فتحرز به منهم، كذلك ذكر الله عز وجل لا ينجو العبد من الشيطان إلا به، كذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا المعنى أيضا ما رواه 6 إلا الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يقول: عليك نوم طويل فارقد. فإذا استيقظ العبد فذكر الله عز وجل انحلت عقدة،
فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى قيام الليل بذا معناه في رواية أخرى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس قد أصاب خيرا، وإلا لم يصبح نشيطا بل أصبح كسلان خبيث النفس لم يصب خيرا. فانظروا عباد الله كيف يحزن الشيطان العبد ويبعثه أو يبعث فيه الكسل وخبث النفس سببه اقتران الشيطان بالعبد، ومثله أيضا تحزين الشيطان الذي يجده العبد في مناماته، فإن الرؤى ثلاثة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الرؤيا تكون من الرحمن إذا كانت حسنة، وتكون من الشيطان إذا كانت محزنة، وتكون حديث نفس أي لا هي في خير ولا هي في شر، إنما هي من لغو المنام يرى العبد في ليلته ما كان مهتما به في نهاره. وهذا قد صحت فيه روايات في الصحيحين وغيرهما. وقد أخبرنا صلى الله عليه وآله وسلم أن العصمة من تحزين الشيطان هذا في المنام أن يعتصم العبد بذكر الله تعالى، فقد قال فلينفث عن يساره ثلاثا أي يبصق بصاقا خفيفا عن يساره، وليقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليتحول إلى جنبه الآخر. وفي صحيح مسلم زاد وعليه أن يصلي ركعتين فإنه لا يضره ذلك قط. وأنتم لا يزال أحدكم به الشيطان في نومه يحزنه بفظائع الرؤى والأحلام حتى يبقى ذاكرا لذلك الحلم المفزع، حتى يقع عليه وسواس شديد ويثقله هم كبير، لولا اعتصام المرء بذكر الله عز وجل لوقع من هذا الشيء الكثير. الأمر الثاني ألا وهو أن العبد إذا غفل عن الله عز وجل سلط الله تعالى عليه عدم التوفيق وخذله في كل أمر يأتيه أو يذره، وسلط عليه فساد رأيه، وسلط عليه تشتت أمره. قال الله عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وفي هذا آيات كثيرة تدل على تشتت أمر الإنسان. انظروا إلى المنافقين كيف وصفهم الله تعالى بقلة ذكرهم ربهم عز وجل، حيث قال تعالى فيهم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. حينئذ تذبذبهم في أمرهم وكل يوم بعقل جديد سببه ما ذكره آنفا أنهم لا يذكرون الله تعالى إلا قليلا، بخلاف من أحرز ذكر ربه واعتصم به فإن الله تعالى يجمع عليه أمره ويجمع له قلبه على الحق المبين، فتراه يبصر الحق ولو كان أجهل الجاهلين بأسبابه من قبل، وربما ما رآه وما سمع به. إنما التوفيق من الله، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. قال عامل بن عوف